كل أصناف الظلم والإذلال تحت يد السجان، ولكن نقولها دائما: يا ظلام السجن خيم، نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى، فما بعد الظلمة إلا الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قضية أسرانا هي قضية وحدة، ليست قضية ألوان، وليست قضية فصائل، وليست قضية تعدد، إنما محور الأسرى هو محور وحدة الشعب الفلسطيني. هي القضية الأساسية التي عانى منها كل بيت على مدار السنوات الماضية. لو جئنا وأحصينا الأسرى على مدار الخريطة الجغرافية على أرض فلسطين لوجدنا أن ما هناك بيت إلا وفيه أسير، إلا وفيه شهيد. فالجرح هو جرح الجميع، والألم هو ألم الجميع، والمعاناة هي معاناة الجميع، فهم عنصر الوحدة الأساسية. كيف نستشعر أسرانا؟ وكيف نكون مع أسرانا؟ نكون مع أسرانا دائما بمشاعرنا، نكون مع أسرانا دائما بأن تكون قضية أسرانا على أولويات أعمالنا وجداولنا السياسية. صوت البمبار. قضية أسرانا التي يجب أن ترتفع بنا إلى مستوى المسؤولية، أن يكون في كل خطوة نخطوها قضية أسرانا تكون هي المحور الأساسي. نعم، هذا هو الأصل، وهذا هو الصدق، وهذا هو الإخلاص لقضايانا الوطنية، وهذا هو الصدق الذي يتوجه نحو القضية المحورية، وهي أسرانا. أولئك الأسرى الذين يقبعون خلف القضبان، أولئك الذين يتحدون، أولئك الذين من جوعهم، من ألمهم، من عطشهم يرفضون الذل. قالها قبل هؤلاء، قالها ما قبل الإسلام، أن العربي وأن المسلم يرفض الذل. لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظل. أنا لا أرضى حياة ذليلة. لو كان ذلك على كرامته، لو كان ذلك على حساب طعامه وشرابه، ليرضى أن يذل. أيها الإخوة، ما كانت إلا لأنهم شعروا بأنهم في الميدان وحدهم، لأنهم متروكون، لأنهم لا يجدون من يحفلون بقضيتهم إلا على مستوى الإعلام والتصريحات. على مستوى الإعلام والتصريحات نجد أن قضية الأسرى لا تكون إلا على الميكروفونات فقط، بينما في العمل ليس هناك لها ذكر. وإلا على طوال 20 عاما لا بد، لو كل سنة أطلعنا أسير كان ما ظل أسير في السجن. أيها الإخوة، أسرانا هم محور الوحدة، وهم الأساس الذي لا نرضى به أن يذل به أسرانا. هؤلاء الذين يمثلون نجوما ساطعة، الذين يقضون زهرات شبابهم، الذين يمارس عليهم كل أصناف الذل والهوان، مخالفة لكل الأعراف الإنسانية والدولية وغيرها، حتى على مستوى الرفق بالحيوان. أن يجوع الإنسان 130 يوم، 150 يوما، يرفض الاعتقال، لأنه اعتقال غير مبرر، اعتقال ليس له سند قانوني، اعتقال هو ممارسة للظلم على الإنسان. أيها الإخوة، لا بد لنا أن نتكاتف الجهود جميعا، ونحن في وقتنا الحاضر نتحدث عن الوحدة ونتحدث عن المصالحة. يجب أن يكون هذا الكلام يترجم على أرض الواقع في داخلنا وخارجنا. لا بد أن يكون كلاما يترجم
من كل القيادات، من كل الذين يتكلمون عن المصالحة، من كل الذين يرفعون هذا الشعار، لا بد أن يكون قولا وفعلا على أرض الواقع حتى نكون حقيقة قوة رئيسية في دعم أسرانا والوقوف معهم.